في الدور الخامس لقيت الباشمهندس احمد ودوت متخرج من كليه هندسه بتقدير امتياز. بقاله 7 سنين ومش لاقي شغل، كل يوم يشتري 7 جرايد بالوظايف بتاعتهم يدور عليهم ومش لاقي. حتى اللي يشوفه دلوقتي ويديله عمر 56 سنة 57 سنة. حرام والله، صعبان عليا. وكله كان فاكره في العمارة شغال، كل يوم بيخرج وتلاقيه بيخرج يروح يشتري الجرايد عشان يدور على الوظيفة بتاعته. وانا نازل على الدور الرابع لقيت ام احمد، وديت يعني خلتني ابكي بجد بصراحة. يعني هي ما بتضحك وبتهزر في العمارة كلها، بس المشكلة كلها الواحد شاف حاجة تانية خالص. واحمد متوفي، مات بعد وفاة بعد ما مات ابوه على طول. ولقيتها ماسكة صورة ابوه احمد وعمالة تعيط ثابت عليا قوي قوي قوي. طب والتاني كانوا فاضيين يا راجل. الحمد لله. كانوا فاضيين مش قادر. هادي يا جماعة. شكرا يا سيدي، كتير والله كتير، مش قادر اقول لك ايه. كتير والله. معلش يا حاجة يا جماعة عرفنا سامر عجل بعجاجته ومع الانتحار والعمارة في لقيتها وكده نعمل ايه؟ طيب فاصل قصير ونرجع لكم تاني مع سامر برضه، نجيب لكم كوباية عصير ولا حاجة. فاصل نرجع لكم تاني. طيب يا سامر، تحب تنصح بايه للشباب اللي هم يفكروا ينتحروا او يتخرجوا ما يشتغلوش، بما انك مريت بالتجربة دلوقتي حضرتك يا استاذ حضرتك دلوقتي شفتوا ان كل واحد عنده مشاكله الخاصة بيه، والمشاكل الخاصة ديت صعبة وكبيرة، ولو بص لمشاكلهم هيحس بجد ان مشكلته تبقى صغيرة. وانا بجد بنصح الشباب، مش اي شاب اتخلق انه ينتحر. الانتحار ده بجد متعة، وانت بتنط بتشوف مشاكل الناس، مشاكل كتير والاخر تيجي تشوفها في برنامج معفن زي البرنامج ده. وبجد والله انت ورا على السنتر يصور الحلقة. وانا نصيحتي للشباب كلهم ان كل واحد لو بص للمشكلة الخاصة لكل فرد في المجتمع هيحس ان هو عايش في سعادة مش عند اي حد. انا بالنسبة لي مشكلتي الصغيرة دي بالنسبة للناس التانية مشكلة كبيرة والله، بس مشاكلهم اكبر. وانا بشكر كل اللي واقف جنبي في البرنامج والله عشان يساعدني، وشكرا هو اسمي الاستاذ. اشكرك والله يا استاذ. 5 جنيه. شكرا 5 جنيه اللي بتديني اسعدني كتير والله، اسعدني كتير. ابني مستقبلي واتجوز واخلف واجيب عيال. معلش والله مش عارف اعمل ايه. معلش بجد شوفنا يا جماعة، شوفنا مع سامر والحلقة بقى بتأثر جدا يا جماعة بجد. وإن حاجة النهاردة كانت حلقة والله بصراحة كانت مؤثرة جدا وبجد قصة. ونقول لكم انتظرونا في الحلقة الجاية إن شاء الله، وحلقة هتبقى على بس أسكت، والحلقة هتبقى جميلة جدا بإذن الله بكرة. وانتظرونا حلقة جديدة مع حياة كوميديا خالص. النهاردة مفيش كان في كوميديا كتير ومش عارف ايه، بس إن شاء الله الحلقة الجاية تبقى حاجة أحسن بإذن الله. انتظرونا في الحلقة الجاية. بقول لكم السلام عليكم.